بيقدر يحط ايده على الاهداف بسهوله من غير تشتيت وناس كتير حواليه. مع استدامه الاجتماعات زي ما قلت. جيف بيزوس صاحب امازون، الراجل ده طبق قاعده ال1% بمنتهى الاحترافيه. الراجل ده هو بيدير شركته قرر ان هو كل اجتماعاته عدد الحضور فيها هيكون الناس اللي تاكل التيم بيتزا ويكونوا شبعانين. يعني تقريبا كده عدد الحضور في الاجتماع 3 أو 4 افراد، بحيث ان هو يضمن كفاءه الاجتماع. مش هيبقى فيه كلام كتير، مفيش اعداد كتيره حواليه تضيع وقت او تضيع جهد ذهني. لا، هيخرج من الاجتماع بنتائج مهمه مع استدامه الاجتماعات دي لصدور قرارات مهمه مستدامه للشركه. فاصبحت القاعده دي ال1%، العمل ده وبيتكرر بشكل مستمر في الاخر ادى الى نتائج مذهله للشركه. نمو سنوي غير طبيعي، مبيعات وراس مال الشركه تخطى ال 2 تريليون دولار، وكل ده بقاعده ال1%. الاجتماعات المستدامه المنتجه حتى لو صغيره ولكن مستمر. الراجل ده عمل حاجه ظريفه جدا في اجتماعات. في كل اجتماع كان قدامه بيبقى كرسي فاضي، بيمثل ان هو ده الكرسي بتاع العميل، عشان يشوف احتياج العميل ويحط له الاولويه. لان دايما الاولويه بتبقى للعميل، عايز العميل يشوف هو محتاج ايه، هو العميل بيفكر ازاي، ايه الحاجات اللي محتاجها. بيقدر يحط ايده على الاهداف بسهوله من غير تشتيت وناس كتير حواليه. مع استدامه الاجتماعات زي ما قلت.